اعتمد سيناريو مسلسل وادي الذئاب على شخصيات حقيقية من المجتمع التركي بحكايات حدثت بالفعل في تركيا في فترات زمنية مختلفة، حيث إن أغلب شخصيات العمل كانت موجودة بالفعل ضمن عمليات أمنية لصالح أجهزة الاستخبارات في الدولة وداخل عائلات المافيا في تركيا. وشخصية مراد علمدار هي بالفعل مأخوذة من قصة حقيقية بطلها الحقيقي اسمه عبد الله شاتلي، وهو قائد تنظيم الذئاب الرمادية. فمن هو عبد الله شاتلي المعروف بشخصية مراد علمدار؟ وكيف كانت عملية اغتياله؟ وما هي قصة منظمة الذئاب الرمادية؟ كل هذا سنشاهده في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أرجو منكم أن تدعمونا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. إذن فعلى بركة الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى. عبد الله شاتلي والذي ولد عام 1956 ميلادية، وذلك في مدينة نيفشاهير تركيا، وقد تقلد عدة مناصب في جمعيات شبابية مهتمة بالثقافة والفن، وذلك في مدينة أنقرة، ومن ثم بدأ اسمه في الظهور في عدة قضايا قتل غامضة، ومن ثم قضايا اغتيالات. وكشفت علاقاته الواسعة بأجهزة الاستخبارات داخل الدولة، ونفذ لها مع فريق مقرب له عمليات في الخارج ضد حزب العمال الكردستاني في عدد من الدول العربية والغربية. ومن ثم خرج عبد الله شاتلي من تركيا بعد انقلاب 12 سبتمبر عام 1980، وتواجد في عدد من الدول الأوروبية منها بلغاريا وفرنسا والنمسا. نفذ خلال هذه الفترة عملية أخرى ضد قيادات وعناصر من الحزب العمال الكردستاني في الخارج، وقبض عليه في سويسرا بجواز سفر باسم محمد أوزباي، وذلك عام 1983 ميلادية. وقد هرب شاتلي من أحد السجون الفرنسية بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وعاد إلى تركيا مرة أخرى. في عام 1960 ميلادية تشكلت منظمة قومية تركية بقيادة العقيد ألب أرسلان توركيش، وهو عقيد سابق في الجيش التركي. كان أحد مدبر الانقلاب عام 1960 كجناح مسلح لحزب الحركة القومية اليمني المتطرف، والذي يهدف إلى توحيد جميع الشعوب التركية في دولة واحدة، والذي استلهم اسمها من أسطورة قديمة تتحدث عن الذئب، حيث أن الذئب يرمز للشرف. هذه الأسطورة مرتبطة بالأصول العرقية التركية الموجودة في سهول آسيا الوسطى. ارتكب عبد الله شاتلي زعيم المافيا التركي وقائد منظمة الذئاب الرمادية القومية العديد من عمليات الاغتيال، وذلك بحق سياسيين أتراك وأكراد. وأوكل إليه جهاز الاستخبارات التركي مهمة ملاحقة وقتل أعضاء وقيادات بارزة من منظمة أسادا الأرمنية في بيروت وأتينا وباريس، بعد قيام المنظمة لعمليات اغتيال بحق دبلوماسيين أتراك في الخارج. وعام 1996 ميلادية فقد كان هذا العام شاهدا على فضيحة سوسورلونك في تركيا، التي كشفت مدى ترابط وتشابك بين الذئاب الرمادية مع المافيا والدولة العميقة، حيث ظهرت الفضيحة للعيان بعد حادثة تحطم سيارة في 3 نوفمبر عام 1996 ميلادية، وذلك قرب مقاطعة سوسروك التي تقع بمحافظة بالكريس، حيث كانت هوية الضحايا هذا الحادث محل نقاش وجدل كبير في تركيا. فقد لقي نائب مدير شرطة إسطنبول حسين كوجاداك وقائد منظمة الذئاب الرمادية عبد الله شاتلي مصرعهما في ذلك الحادث المؤسف أثناء وجودهما في نفس السيارة.
بينما نجا من هذا الحادث عضو البرلمان الذي يتزعم قبيلة بوشكا الكردية القومية وسادات بوجاك، وهو قاتل المأجور ومن المطلوبين على قائمة الشرطة الدولية الأنتربول، حيث أصيب فقط بجروح خطيرة. وتعد قبيلة بوجاك إحدى الاستراتيجيات التي تستخدمها الدولة التركية لتقسيم وتفرقة الأكراد، وتعمل في شكل مؤيد للدولة ومعاد للأكراد. وكان سادات بوجاك أيضا نائبا برلمانيا ل3 فترات. وبهذا فقد غادر عبد الله شاتلي الحياة عام 1996 ميلادية، وذلك في حادث سير في منطقة بالكريس في تركيا. وأصدرت التحقيقات أن الوفاة نتيجة عن قطع الفرامل السيارة، ومن ثم كسر رقبة عبد الله شاتلي بعد الحادث بدقائق، وصنفت على أنها حادثة اغتيال. فيما حضر الجنازة قرابة 5000 شخصا، ولف جثمانه بالعالم التركي. وقد زار قبره وزير الثقافة التركي عام 2015 في مدينة نيفي الشهيرة تركيا. يعتبر عبد الله شاتلي واحد من أغمض الأسماء والشخصيات في تاريخ تركيا، ففي نظر البعض هو أنه رجل مافيا قاتل، والبعض الآخر يراه بطلا تركي محبا لوطنه. لكن الأكيد أن عبد الله شاتلي كان هو الذراع الغير رسمي للاستخبارات التركية، حيث أنه ساعد الاستخبارات التركية في القضاء على أبرز عناصر معاديها. والغريب في الأمر أن حتى بعد وفاته التي أثارت ضجة بحادث السيل، إلا أنه ما زال هناك من يعتقد بأن عبد الله شاتلي ما زال على قيد الحياة ونجا من حادث الاغتيال، وتم تغيير هويته وملامح وجهه كما حدث في مسلسل وادي الذئاب عندما تم تدبير حادثة سيل لعلي جندل، وتم تغيير ملامح وجهه وأصبح مراد عالم دار. هتموت يا علي. خلال ساعات هذا الصباح وقع حادث سير على طريق الجديد إثر اصطدام السيارة بحاجز طرقي نتيجة السرعة الزائدة وشبت فيها النيران، وكان ضحية الحادث حياة الدبلوماسي الشاب علي جاندان. في النهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.